مرحبا. مراجعة في الإجهاد الناظمي، إجهاد القص، مقاومة المواد. عندي مثال رقم 1 في العمود المبين بالشكل 1. المطلوب في المقطع A المستطيل، أعطيتكم أبعاده 50 ضرب 30 سنتيمتر. حساب ورسم مخطط ما يلي. الطلب الأول الإجهاد الناظمي وبين نوعه وتحقق من المتانة، حيث الإجهاد الحدي أعطيناه 2 كيلو نيوتن على السنتيمتر مربع. الطلب الثاني إجهاد القص أو الإجهاد المماسي وتحقق من المتانة، حيث الإجهاد الحدي 1 كيلو نيوتن على السنتيمتر مربع. العمود هاي شكل 1. العمود من قسمين، القسم الأول 3 متر ارتفاعه والقسم الثاني 2 متر. في عندي حل بالمقطع العلوي قوة مائلة F1 تميل على الأفق بزاوية 30 درجة، وعندي هون عند المقطع C في قوة كمان شاقولية شدتها 6 كيلو نيوتن، وعندي هون ضغط تربة أو حمولة يعني موزعة غير منتظمة، شدتها هون اللي هي 4 كيو صغيرة 4 كيلو نيوتن على المتر. المطلوب مني في هالمقطع هذا عند الاستناد هون في النقطة هاي مطلوب مني الإجهاد الناظمي طبعا في حالة الضغط أو الشد، ومطلوب مني إجهاد القص. إجهاد القص اللي احنا اتفقنا أنه إجهاد القص بنمتصه أو بنقاومه بالأتاري أو الأساور. بنيجي لهون الحل طبعا حساب القوة الداخلية بالأول، لأنه هي القوة الداخلية اللي تحدث الإجهادات المطلوبة. الN القوة الناظمية والتي قوة القص. طبعا ببلش أنا من الطرف العلوي، الطرف الحر اللي هو الطرف العلوي هذا. يعني هون أسهل إلي حتى ما أحسب أنا مركبات ردود الأفعال هون اللي هن عبارة عن مركبة شاقولية راح تكون، ومركبة أفقية، ومركبة عزم. طبعا أنا أحسن ما أرسم ما أحسبهن، يعني أوفر على حالي حسابهن. ممكن أبلش بالحساب من الطرف العلوي ومن اليمين. هاي مصطلح الإشارة اللي إحنا معتمدينه. القوة T بهالشكل هذا موجب، والقوة N للأعلى موجب. طبعا هون حللت المركبة هاي، عفوا حللت القوة هاي الF1 إلى مركبتين. هاي هي F1X وF1Y. طبعا F1 بالكوساين الألفا اللي هي 30 درجة، والF1Y اللي هي F1 بالساين 30 واللي هي عمليا يعني 4 كيلو نيوتن. إذا أول مركبة كانت 7 كيلو نيوتن، هي كانت 6.9، قربناها ل 7 كيلو نيوتن، والمركبة الثاني 4. وبالنسبة لكيو هاي حمولة التربة أو ضغط التربة مثلا، هاي عبارة عن مساحة شكل الحمولة اللي هي القاعدة 4 ضرب الطول كله 3 متر طبعا على 2 أعطاني 6 كيلو نيوتن. إذا هذا التحضير للحل. هلا مباشرة NA لاحظوا من اليمين يعني بنظر إلى كل القوى اللي بتأثر على يمين المقطع A. تمام. الN هي المسقط على محور العمود، المسقط على محور كل شيء موافق لمحور العمود باخذ بعين الاعتبار. كل شيء عمودي على محور عمود هون انا ما باخذه بعين الاعتبار، وبالتالي عندي القوتين طبعا اشاره الناقص لان عكس المصطلح هذا اللي انا معتمده اللي هو الاعلى. طبعا ناقص F1Y هاي هي، وناقص F2. تمام. حسبت NA طلع معي ناقص 10 كيلو نيوتن. الإجهاد هو عبارة عن القوة الداخلية على السطح، مساحة السطح في هذا المقطع. طبعا بالتعويض طلع معي ناقص 0.006 كيلو نيوتن على السنتيمتر مربع. طبعا هذا أصغر من الصفر مشان نوع الإجهاد، وبالتالي الإجهاد هو عبارة عن إجهاد ضغط. فيما يتعلق بشرط المتانة، طبعا في عندي الشرط هو عبارة عن الإجهاد الناظمي أصغر أو يساوي من الإجهاد المسموح به. قارنت بين القيم اللي حسبتها والقيم اللي أعطيتها بنص المسألة، الشرط محقق، وبالتالي المقطع متين. المخطط الإجهاد الناظمي هاي هو، رسمنا المقطع هون هاي هو، وهي هو المخطط الإجهاد الناظمي على كامل المقطع، يعني القيمة بتبقى ثابتة على كامل المقطع. فيما يتعلق بإجهاد القص حسبنا قوة القص TA في المقطع هذا A هون. طبعا هون أخذنا بعين الاعتبار اسقاط على محور اكس. ليش اسقط على المحور اكس؟ لانه المحور اكس هو عمودي على محور عنصر انشائي، عمودي على عمود، واحنا بنعرف انه القص لازم يكون عمودي على محور العنصر الانشائي. اخذت بعين الاعتبار المركبه هاي
العلوية F1 إكس، وأخذت بعين الاعتبار مركبة الكيو اللي هي ضغط التربة. هاي هن طبعا إشارة زائد لأن بتوافقا مع الإشارة هاي هون تي اللي هي إشارة إلى اليمين زائد. طلع معنا الجواب 13 كيلو نيوتن. طبعا التاو A اللي هو إجهاد القص أو الإجهاد المماسي ما هو إلا قوة القص على مساحة المقطع. طلع معنا 0.0867 كيلو نيوتن على السنتيمتر مربع. هاي الحقيقة قيمة الإجهاد. طبعا التاو A هاي اللي حسبتها أصغر من التاو المسموح به اللي هو 1، أعطيته بنص المسألة، وبالتالي الشرط محقق والمقطع هنا متين على القص. المقطع متين على القص. فيما يتعلق بمخطط الإجهاد المماسي، هاي رسمنا المقطع وأخذنا من مركز شكل المقطع موازي للحافة العلوية، تمام، والحافة السفلية. طبعا هون حملت القيمة اللي حسبتها ورسمت عند الحواف بيكون قيمة الإجهاد دائما 0 متفقين عليها، ورسمت خط منحني بهذا الشكل وهشرته، وبهذا أكون رسمت مخطط الإجهاد المماسي أو بين قوسين إجهاد القص في المقطع A هون، والإجهاد الناظمي أيضا في نفس المقطع هون، وأضمنت المتانة. أشكر حسن الاستماع وشكرا.